يا حول الله، والله العظيم يا جدعان المواقع دي تاخد فلوس قد كده ويكتبوا اي كلام. تعالى يا ابني الحق شوف كاتبين ايه على المواقع كلها. الناس اتجننت باين ولا بقت بتخرف. بيقول لك يا سيدي السيتي بطل النسخه السابقه من الدوري الانجليزي الممتاز يهبط للمركز الثالث بفارق 7 نقاط عن اقرب منافس ليه وليفربول. حاجه تجنن والله. الجوارديولا نزل للمركز الثالث. بيهزروا باين. بيهزروا يا ابني، السيتي خسر من ليستر فعلا. ايه ده بجد؟ صدق او لا تصدق، مانشستر سيتي بعد ما كان بيصارع ليفربول على لقب الدوري بقى بيصارع توتنهام على المركز الثاني. بدايه وقبل اي حاجه الفيديو اللي فات وصل 4000 مشاهده، وده اكتر فيديو وصل لمشاهدات عندي في القناه من يوم ما بدات. ممكن يكونوا ال 4000 دول بالنسبه لناس تانية يوتيوبرز اكبر مني ممكن يجيبوهم في اول مثلا 10 دقائق، لكن 4000 بالنسبه لي فده كان تخطي كبير بصراحه، فشكرا لكم. الحاجه الثانيه ان من وسط ال 4000 دول اتشتمت من ناس كتير قوي، وكل ده بسبب ان قلت الحلقه اللي فاتت ان الدوري السنه دي للسيتي. اولا وقبل اي حاجه انا مش مشجع لمانشستر سيتي، ولا يفرق معايا السيتي ياخد الدوري ولا ليفربول ياخد الدوري ولا حتى ولفرهامبتون تاخد الدوري، واني ما بشجعش في اوروبا غير ريال مدريد في اسبانيا واي سي ميلان في ايطاليا، وهم دول الفرقتين اللي ممكن اتعصب لهم بس. والحمد لله الاثنين خارج المنافسه على الدوري الموسم ده، وان كان في فريق في انجلترا ممكن اميل ليه فبالطبع هو مانشستر يونايتد. ده الفريق الوحيد اللي انا بحبه في انجلترا لكن مش بشجعه. لكن لو هنقيس الكلام ده بمقياس التشجيع فانا لو بشجع فريق في انجلترا فهو مانشستر يونايتد بس، لكن ده ما يمنعش ان انا بحب جوارديولا جدا وشايفه من اعظم المدربين اللي جم في تاريخ اللعبه على الاقل في اللي انا شفتهم. وان لما اقول الدوري للسيتي دي وجهات نظر مش اكتر. صحيح الليفر متصدر بفرق 7 نقط عن مانشستر سيتي، لكن ده ما يمنعش ان الدوري لسه ما اتحسمش. الليفر لسه ما خسرش ولا ماتش لحد النهارده في الدوري، بس من الوارد جدا انه يخسر اي ماتش، وده طبيعي جدا لان كل الفرق في كل دوريات العالم بتبقى ماشيه بكيرف معين وفجاه الكيرف ده بيبدا ينزل، وده طبيعي جدا لان محدش بيمشي ستريت طول الموسم. اللهم الا ارسنال اللي خد دوري لا هزيمه والاهلي عندنا في مصر يعني، وبرشلونه السنه اللي فاتت. لكن فعلا لو انت شايف ان ليفربول حسم الدوري الانجليزي من قبل ما الدور الثاني يبدا يبقى انت ما تتفرجش على كوره اصلا، او بمعنى اصح ما تتفرجش على الدوري الانجليزي لانه كبير عليك، لانك ما اتفرجتش اكيد على دوري مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 2013 الدوري اللي اتحسم في الدقيقه الاخيره، او ما اتفرجتش على دوري نيوكاسل اللي كان متصدر بفرق كام نقطه عن اقرب منافس ليه ومع ذلك خسر الدوري، او يمكن ما اتفرجتش على دوري ليستر الفرقه اللي طلعت من الدرجه الثانيه وفي الموسم الثاني حققت لقب البريمير ليج اللي هو اصعب دوري في العالم. الدوري الانجليزي ما بيتحسمش غير في اخر جوله. صحيح الموسم اللي فات السيتي كان حاسمه من زمان وكمان بفرق نقاط كبير جدا، لكن ده كان لضعف المنافسين الموسم اللي فات. الليفر اقوى منافس على الدوري لحد الان، الليفر هو متصدر الدوري وهو احسن فريق في انجلترا دلوقتي، بس ده ما يمنعش انه لسه ما حسمش الدوري، فلسه هنشوف. كفايه كده بقى، يلا بينا نبدا اول حاجه بخساره السيتي المفاجاه. السيتي بيخسر من ليستر سيتي للمره الثالثه في الموسم ده والثانيه على التوالي عشان يوسع فرق النقط بينه وبين ليفربول ل7 نقط وينزل للمركز الثالث بعد توتنهام، في الوقت اللي ليفربول كان بيهتك عرض نيوكاسل ب 4-0 وصلاح بيمارس هوايته المفضله بانه بينافس على هداف الدوري هاري كين واوبامينج. كان عندي سؤال لبعض الناس كده، الناس اللي كانت بتقول في بدايه الموسم ان محمد صلاح لعيب موسم واحد وانه مش هيكرر اللي عمله الموسم اللي فات، اخبار سعادتك ايه دلوقتي؟ صلاح بيقدم للموسم الثاني على التوالي موسم تاريخي. المنافسه على لقب الهداف صعبه السنه دي لان معاه هاري كين واوبامينج ولاعيبه السيتي كلهم سواء ستيرلينج او سانيه او اجويرو، مع وجود هازارد اللي لسه راجع بهدفين وويلسون اللي عنده 8، فالمنافسه على لقب الهداف السنه دي فعلا صعبه، لكن صلاح قدها ان شاء الله. خلاصه الجوله 19. قبل اي حاجه لازم تكون عارف ان الحلقه دي بتتصور قبل ماتش ويست هام وساوثهامبتون، لان الماتش هيتلعب يوم الخميس الساعه 10، ولو كنت استنيت لحد ما الماتش يخلص على الساعه 12 مثلا والتبديلات تنزل والتعديلات تنزل كنت هحتاج اصور يوم الجمعه، وكانت الحلقه عم تتمنتج وتخلص وتترفع اكيد هتنزل مش قبل الساعه 6 او 7 بالليل، والديدلاين هيكون يوم السبت، فمش ناس كتير هتلحق تشوف الحلقه دي. فالافريج والدريم تيم وكل اللي هنتكلم عليه في الحلقه دي قبل ماتش ويست هام وساوثهامبتون، لكن ده مش معناه ان احنا مش هنتكلم عن ماتش ويست هام وساوثهامبتون. زي كل خميس في لايف النهارده الساعه 10 بالليل مع بدايه الماتش، هندي فيه التكات الاخيره وهنرد فيه على اهم الاسئله، وهنتابع فيه كمان ماتش ساوثهامبتون وويست هام عشان نعرف لسه فيه ايه، اللي بالمناسبه انا محتاج من فيليب اندرسون في الماتش ده 6 نقط عشان اصعد للكاس لاني متاخر بفرق 5 نقط. فهل ممكن فيليب اندرسون يعملها زي ما ريتشارلسون لحين الجوله الاولى؟ الله اعلم. افريج الجوله دي كان 52 نقطه، والدريم تيم الاسبوع ده جاب 132 نقطه، واعتقد انه هيتغير. اكتر واحد كان متكابتن الجوله دي هو محمد صلاح وعمل الصح مع كل اللي كابتنوه، اما اكتر لاعب اتشارك الجوله دي هو راشفورد وعمل الغلط مع كل اللي كابتنوه، اكتفى بنقطتين بس. نخش بقى على اللعيبه اللي جابت لنا نقط واللعيبه اللي شايلتنا، ونبدا اول حاجه بحراسه المرمى. يكفي ان اقول لك ان باتريسيو وجو هارت وبيكفورد ولينو وكيبا وشمايكل وفوستر وايدرسون كلهم ما طلعوش كلين شيت، فمفيش غير حارسين 2 في الدوري هم اللي طلعوا بكلين شيت، وهم هوجو لوريس واليسون. اليسون جاب 6 نقط ولوريس جاب 7 نقط. اما المدافعين فدوهيتري ولابورتو وفرنانديز وكولازانيتش واليسون برضه ما عملوش الكلين شيت وما عملوش حاجه
حاجه اصلا، بل في منهم كمان اللي خد كروت صفرا وخد -1، لكن ده مش معناه ان مفيش مدافعين ظبطونا. فمدافعين ليفربول كلهم طلعوا كلين شيت، بالاضافه طبعا لان ارنولد ولوفرين برضه خدوا نقط زياده لانهم عملوا جول واسيست، فياري مينا ودينيه عملوا جول واسيست وطلعوا كلين شيت وخدوا نقط وخدوا بونص، ومعاهم وان بيساكا وبيريرا برضه عملوا الكلين شيت وخدوا البونص. لكن مفاجاه الجوله دي كان كايل ووكر مدافع توتنهام هوتسبير. لكن انت تتخيل ان المدافع ده ما لعبش غير ماتشين بس طول الموسم، الماتش بتاع الجوله دي وماتش الجوله اللي قبل اللي فاتت، لعب ماتشين جاب فيهم 19 نقطه، الماتش اللي فات جاب نقطه واحده والماتش ده جاب 18 نقطه كاعلى لعيب الجوله دي. المدافع ده مفجر مره واحده، بالتاكيد سعره هيغلى لان في ناس كتير هتروح تشتريه، بس ايه عليه شويه لحد ما نشوف دي صاحبه ماتش ولا لسه هيكمل على الاداء ده. خط النص كان متوازن شويه، فستيرلينج وسانيه وماني وفريزر جابوا نقطتين بس، لكن عندك ريتشارلسون جاب جول وخد 5 نقط، وسيجريتسون جاب جول وخد 11 نقطه، ومن ليفربول صلاح خد 12 وشاكيري خد 8 اللي قلت لكم عليه الجوله اللي فاتت ها، وسون لسه بيكمل ابداعاته خد هو وإريكسن 13، وبوجبا وهازارد كل واحد فيهم خد 15 نقطه عشان تبقى اتعشت قوي في خط النص، عقبال فيليب اندرسون يا رب. اما خط الهجوم فهو كان اكتر خط شايلنا الجوله دي، فميتروفيتش وخيمينيز وفيرمينو وراشفورد وويلسون جابوا نقطتين برضه، واجويرو ولاكازيت اكتفوا بالاسيست بس، وهاري كين واوبا لسه بيصارعوا على هدافين الدوري، فهاري كين جاب 6 واوبامينج جاب 8، ودي كانت خلاصه الجوله 19 واهم الاحداث اللي حصلت فيه. فيلا بينا نبص بس على دوري اف ان اللي انت لو عايز تدخل الدوري هتلاقي الكود هنا. ديبو احمد لسه متصدر الدوري ب 495 نقطه، كمان عنده شيتشاريتو مصاب وهينزل مكانه وان بيساكا وجاب له 8 نقط، عاشا ديبو والله. يجي بعده كفراوي جايب 488 نقطه ولسه عنده فابيناسكي لسه ما لعبش، ربنا معاك ويطلع كلين شيت بقى ان شاء الله. اما الدريم تيم اللي توقعناه الاسبوع اللي فات فجاب 87 نقطه، ما قلت لكم التوقعات دي موهبه. فسريعا ومن غير ما نطول يلا بينا نخش على نصايح الجوله ال20 في البوكسنج داي. اول ماتش معانا هيكون بين برايتون وايفرتون في برايتون، اخر 3 مواجهات بين الفرقتين انتهت بفوزين لايفرتون وتعادل وحيد بينهم 1-1، وفي اخر مواجهه ريتشارلسون سجل جولين، فاعتقد انه هيكون ماتش سهل على ايفرتون وهيكسب. فريتشارلسون وسيجريتسون خيارات كويسه جدا للاسبوع ده، ولو مش معاك حد من ياري مينا او دينيه فالحق اشتري واحد فيهم لانهم هيغلوا. ممكن نعتبر دول الونسو الغلابه، لعيبه كويسه وبتجيب نقط ومش غاليه، على عكس الونسو اللي بقى وجوده زي عدمه في تشكيله اي حد ب 4.8 وكل جوله بنقطتين، فاعتقد انك ممكن تستغنى عن الونسو وتجيب مدافع من الاثنين دول عشان تعزز خط النص او الهجوم. الماتش اللي بعده بين فولهام وهدرسفيلد، اضعف خطين دفاع في الدوري مع بيرنلي وكارديف، ماتش مفيش فيه كلام كتير الا ان ميتروفيتش ممكن يسجل فيهم جول، لان هدرسفيلد خط دفاع مفتوح وميتروفيتش غايب عن التسجيل بقاله فتره، فتوقع انه هيسجل الجوله دي. بعد كده قابلنا ليستر سيتي وكارديف، ليستر بقى لها ماتشين عامله الصح مع الفرق اللي في التوب، فكسبت سيتي في ارضها وكسبت تشيلسي في ستانفورد بريدج ومش هاممها اي حد لا مؤاخذه، وهتلاعب خط دفاع ضعيف جدا ومفتوح، فتوقع ان الماتش ده ممكن يخلص كلين شيت لليستر سيتي. فلو معاك شمايكل او بيريرا فهم خيارات كويسه جدا للجوله دي، بالاضافه طبعا لفاردي. فاردي متعود قصاد الفرق الكبيره انه يسجل ويصنع اهداف، فما بالك انه لاعب فريق صغير. نفسي اسال سؤال، هو ليه فاردي لحد النهارده بالفورمه دي وبالاداء ده قاعد في ليستر سيتي لحد النهارده؟ حبا في الفريق مثلا ولا ما بيجروش عروض؟ بعد كده هيقابلنا توتنهام وولفز، ما اعتقدش بوكيتينو وتوتنهام بعد ما صعدوا للمركز الثاني هيفرطوا في اي نقط في الفتره دي، بس خد بالك برضه ان وولفز منافس مش سهل، لانك لو جيت تبص على ارقامه مع الفرق الكبيره هتلاقي انه اتعادل مع ايفرتون وسيتي ويونايتد وارسنال وكسب تشيلسي، ففرقه مش سهله ودفاعها مش سهل. لكن اعتقد ان الماتش ده مش هيطلع كلين شيت، فلوريس وباتريسيو مش محبذين خالص الجوله دي، لكن اعتقد ان خيمينيز ممكن يخطف جول في الجوله دي. اخر ماتش من الفرقتين انتهى 3-2 لتوتنهام، خيمينيز سجل فيه، وطبعا هاري كين هيستمر في هوايته المفضله وهو انه يصارع صلاح وأوبا على لقب هداف الدوري، وسون لو ما لحقتوش في الفتره دي فهو قدامه ماتشين كمان وماشي رايح المنتخب، عامل عروض جامده جدا الفتره دي، كل ماتش بجولين جول واسيست بيجيب نقط كتير. خط نص توتنهام بشكل عام الفتره دي ماشي زي الفل، ديلي الي إريكسن لوكاس مورا، لو معاك حد فيهم هتكسب فيهم جدا، ولو مش معاك الحق اشتري حد فيهم. بعد كده واتفورد ونيوكاسل، واتفورد ماشي باداء كويس نسبيا بقى لها 3 ماتشات، ونيوكاسل مخيشها بقى لها 3 ماتشات، وكمان الماتش في ملعب واتفورد، واعتقد ان الماتش ده ممكن يطلع كلين شيت من واتفورد، مع ان لقاءاتهم السابقه كلها ما طلعتش كلين شيت، ففوستر خيار كويس للجوله دي، وكمان بيريرا بيقدم افضل مستوياته بقى له 3 ماتشات وسعره رخيص كمان، فلو مش معاك ممكن تشتريه. بعد كده هيقابلنا قمه الجوله ال20 ليفربول وارسنال في ليفربول، ما اعتقدش ان كلوب بعد ما وسع الفرق ل7 نقط بينه وبين مانشستر سيتي انه هيلجا لسياسه التدوير دي خالص، وانه هيريح ناس مقابل ناس، فده مش هيحصل، وكمان لان الماتش قمه مع ارسنال فصعب جدا تلاقي تغييرات كتير، فصلاح اساسي معاه، واللي كانوا بيقولوا انه مش هيلعب الجوله دي لانه احتج على الحكم، لا هو هيلعب الجوله دي. لكن خد بالك ان ماتشات الفرقتين غالبا ما بتخرجش كلين شيت، فاليسون مش محبذ للجوله دي، حتى مدافعين ليفربول اللي هم اقوى مدافعين في الدوري برضه مش محبذين، لانهم يطلعوا كلين شيت الجوله دي فده صعب، لكن لو هتعتمد عليهم على واحد يعمل اسيست او يجيب جول زي لوفرين والكسندر ارنولد وروبرتسون وفان دايك فلازم تكون قد المخاطره، لكن في الحقيقه هم فعلا نسبه انهم يطلعوا كلين شيت قليله جدا الجوله دي، لانهم هيلعبوا قصاد هداف الدوري اوبامينج، فتوقع ان الماتش ده مش هياخد كلين شيت من الاثنين، وصلاح واوبامينج هيسجلوا. كمان ماني غايب عن التسجيل بقاله فتره كبيره لحد ما المدافعين طلعوا من ورا وسجلوا، فتوقع انه هيخلي عنده دم وهيسجل في الماتشات دي، لان ماني سجل قبل كده في ارسنال. بعد كده قابلنا كريستال بالاس وتشيلسي، كريستال بالاس بعد ما قدمت ماتش عالي قوي قدام مانشستر سيتي في الاتحاد اتعادلت 0-0 مع كارديف سيتي اللي هو اضعف خط دفاع، ففرقه مالهاش حال كده، لكن الكلين شيت مش متوقع، فهون بيساكا لو معاك بلاش الجوله دي، برغم ان الماتش متوقع جدا انه يخلص لتشيلسي لكن مفيش كلين شيت، فممكن تبص على تاون سيد او ميليجوفيتش، الاثنين دول تقريبا واحد كل جوله بيجيب جول او على الاقل بيعمل اسيست، فاحسن من مفيش يعني. اما من تشيلسي فالخيار الامثل هو هازارد، وزي ما شفنا في ماتش امبارح سجل جولين من
صناعه كوفازيتش. بعد كده قابلنا بيرنلي وويست هام، وده مش عارف اتكلم عليه كتير بصراحه. اولا لان ويست هام لسه ما لعبتش ماتش الجوله دي، فمش عارف الاداء واللعيبه اللي جابت واللعيبه اللي ما جابتش، لكن بشكل عام بيرنلي على ارضها خط دفاع ضعيف جدا، فلو معاك جو هارت بلاش الجوله دي. فليبي اندرسون وسنودجراس مش هيرحموه. بعد كده قابلنا ساوثهامبتون وسيتي، والماتش ده مش هتكلم عليه خالص. اول حاجه لان برضه ساوثهامبتون لسه ما لعبتش ولسه مش عارفين الاداء عامل ازاي واللعيبه اللي جابت واللعيبه اللي نزلت. والحاجه الثانيه ان قلت انا مش هتكلم عن السيتي تاني خالص لحد ما جوارديولا يستقر على تشكيل، وكمان لانه بادئ يقع بقاله كام جوله. حتى ثانيا انا مشيته من تشكيلتي. اخر ماتش معانا هيكون بمانشستر يونايتد وبورنموث، ماتش على الورق سهل لكن في الحقيقه هيكون ماتش صعب. لكن بشكل عام لعيبه مانشستر في الفتره الحاليه بتطلع افضل ما عندها عشان يجيبوا الغلط على مورينيو، والمدرب الجديد مش هيسمح باي اخطاء. فبوجبا خيار امن جدا لازم يخش في تشكيلاتنا كلنا زيه زي صلاح زي هازارد زي ستيرلينج زي سانيه، ما بقاش في خوف منه خلاص. وفي ظل اصابه روميرو لوكاكو فراشفورد اساسي، لكن هيجيبه ولا لا الله اعلم. مارسيال اكبر شيله الجوله اللي فاتت، اتوقع انه هيلعب الجوله دي لانه ما لعبش الجوله اللي فاتت، ده حتى ما كانش في التبديل. اتوقع ان الماتش ده مش هيطلع كلين شيت وبورنموث هتخطف جول، لكن مين هيجيب الجون ده بقى الله اعلم. في عشوائيه في الاداء عند بورنموث، يعني ممكن تلاقي الجول جابه بروكس فريزر ويلسون الله اعلم. ندخل بقى على الدريم تيم المتوقع تألقه الاسبوع ده. هيلعب ب 3-5-2، شمايكل في حراسه المرمى وقدامه ارنولد ودونيه وبريرا، خماسي خط النص هازارد وصلاح وبوجبا وريتشاردسون وبريرا، والثنائي الهجومي هاري كين واوبامينج. طيب هنكابتن مين الجوله دي؟ بص في كابتن امن جدا زي ان يكون معاك صلاح او كين او اوبامينج، الثلاثه بيصارعوا على هدافين الدوري والثلاثه كل ماتش بجول واسيست، فدول كابتنه امنه مالناش دعوه بيها. لكن لو دخلنا على الكابتنه ريسكي شويه فهنلاقي سون مثلا ماشي بقاله 3 جولات قشطه بصراحه، فخيار كابتنه مش وحش. كمان في بوجبا ماشي بقاله جولتين زي الفل، والماتش الجاي ماتش سهل نسبيا، فبرضه خيار كابتنه مش وحش. اما الخيار ريسكي فهيكون فاردي ببساطه لانه متعود انه يسجل اهداف في الماتشات الكبيره قبل الصغيره، ولانه هيلاعب خط دفاع ضعيف، فممكن يكون الخيار ريسكي للجوله دي. وبكده يكون خلص حلقه النهارده واللي اتكلمنا فيها عن سقوط السيتي المفاجئ وتصدر ليفربول وخلاص الجوله 19 ونصايح الجوله ال20. فلو انت مش عامل اشتراك في القناه يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب من تحت او من هنا، ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيها هنا او هنا، ولو عايز تدخل دوري اي فان هتلاقي الكود هنا. سلام عليكم.